مرحبا بكم. قبل ما نشوفوا هذا الفيديو ونشوفوا التصريح تاع البرلمانيين ونشوفوا التلفزيون الجزائري واش هضر على قناة الهداف، اللي مش مشترك في القناة يدير لنا اشتراك في القناة ولايك للفيديو. على بالكم كامل بلي الحملة اللي درناها مؤخرا يعني على قناة الهداف وعلى الجماعة اللي راهم في قناة الهداف اللي يديروا في الفتنة، واللي راهم يعني تقريبا فرقوا بين يعني الشعب الجزائري عن طريق كرة القدم بخطابات الكراهية. المهم النتيجة ان شاء الله، يعني النتيجة راهي مليحة، ما مازالش بزاف ان شاء الله، تضامن شوية تضامن ونغلقوها. نخليكم مع الفيديو. أرجع إلى خطاب الكراهية وما تفعله وما تمارسه بعض القنوات الإعلامية، وعلى رأسها قناة الهداف. لهذه القناة راها تساهم في بث كثير من التفرقة بين أبناء الوطن الواحد بسبب جد منفوخ. احنا رسلنا الجهات، رسلنا الوزارة الأولى ورسلنا الوزارة الوصية، لكن لحد الآن ما تلقيناش الرد، ونحن لا نتسامح ولا نرضى في هذا الوقت بالذات، في ظل تعبئة اللي أعلنت عنها من طرف السلطات العليا، وفي ظل الأخطار التي تحيط بنا كدولة، أن نتسامح ولن نسكت السيد الوزير. ونحن على يقين أنكم ستضربون وتتابعون ستضربون بيد من حديد، ونحن نشد على أيديكم ونقول ونعاود أننا لن نتسامح ولن نسكت. وكل شيء راه موثق السيد الوزير، وما حدث وما يحدث من عنف مستشري هذه الأيام في كرة القدم كله نتيجة التساهل مع هذا النوع من القنوات. أكدت السلطة الوطنية المستقلة لضبط سمعي البصري في بيان لها اليوم أنها لا تزال ترصد بعض التجاوزات المهنية التي تحيد عن التحليل الرياضي، رغم تنبيهها إلى ضرورة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بكيفية تناول الأخبار الرياضية، وهو الحال بالنسبة إلى برنامجين رياضيين تبثهما قناة الهداف. شددت السلطة على أن الإعلام الرياضي لا يمكنه أن يكون وسيلة لإدارة الانفعالات أو التشكيك، بل هو شريك في بناء الوعي الجماعي وتعزيز روح المنافسة الشريفة.